الفيديو ده الكلام اللي فيه من القلب. النهارده الحقيقه كان في مناقشات كتيره جدا في العياده مع كتير من المرضى، هو فكره ان انا ازاي اعيش مع مرض مفيش علاج قاطع ليه وهضطر اخد الادويه لفتره طويله، وهل ده معناه ان انا مش هقدر اعيش حياه طبيعيه؟ النهارده هنتكلم على الاختلاف ما بين ان انا اعيش حياه طبيعيه بشويه ادويه وان انا يكون عندي مرض ملوش علاج. المعنيين مختلفين تماما. اهلا وسهلا بكم في دمتم سالمين. مرض ملوش علاج يبقى مرض للأسف بعد ما نشخصه مش هيحصل أي تغير فيه، وهيفضل المريض حالته تسوء مع الوقت، وللأسف هيحصل وفاة. هل ده ينطبق على الأمراض الروماتيزمية؟ لا طبعا، لأن احنا دلوقتي بنقدر نحسن تقريبا 8 ل 9 على حسب نوع المرض من كل 10، بالذات لو جم في بدري وتشخصوا صح واستمروا على العلاج وكانوا بيعملوا متابعة دورية والتزموا بنمط حياة صحي، وبالتالي يبقى احنا عندنا القدره ان احنا نعيش حياه طبيعيه. انا هقول لكم على حاجه، في مشاهير كتير جدا في العالم بيعانوا من الروماتويد وبيعانوا من مرض الذئبه الحمراء ومن التيبس الفقاري، بس علشان نخرج من دائره الغيبه والنميمه في منهم فنانين وفي منهم رجال اعمال، وطبعا اللي هيخش يدور هيلاقي ناس كتيره جدا بتعلن وتفصح عن مرضها. منهم على سبيل المثال سيلينا جوميز اللي هي المغنيه المشهوره بتاعت امريكا، منهم هنا في مصر فنانين كبار جدا عندهم روماتويد، واحنا كدكاتره عارفينهم كويس قوي لان هم بيترددوا على عياداتنا. المهم بيعيشوا حياه طبيعيه وبيبدعوا، وفي منهم اللي بيكمل حياته ويبقى كمان من المبدعين الكبار. النقطه الثانيه، الحياه الطبيعيه يعني ايه؟ يعني يشتغل، يسافر، يتجوز، يخلف، ويبدع، وكمان يلعب رياضه. كل ده مرضى الروماتيزم تقدر تعمله. كل اللي فيها ان احنا غالبا بنحتاج ادويه في المرحله الاولى من المرض. لو المريض سمع كلامنا بقى ثلاث اربع خمس سنين كده والتزم بنمط حياه صحي، في منهم كمان ودول الاستثناء مش القاعده لانه ده قليل ما بيحصل، بنوقف لهم الادويه، بس الغالبيه العظمى ما بتعملش الكلام ده. فبدل ما نهتم بالبكاء على اللبن المسكوب ونقعد نقول انا عندي مرض ملوش علاج وانا عمري ما هخف، والام تقعد تقول بنتي هتاخد علاج طول عمرها، يا جماعه فكروا في اللي في ايديكم، اللي تقدروا تعملوه. اللي تقدروا تعملوه هو ان احنا نغير في نمط حياتنا ونستبشر خير ونحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. وياما امراض ما كانش لها علاج فجأة ربنا سبحانه وتعالى فتح علينا وبقى لها علاج. ابرزهم فيروس سي لسه من قريب، انواع مختلفة من الاورام بتاعة الدم، حاجات كتيرة جدا بقى في منها شفاء تام بسبب تقدم العلم. واحنا محظوظين في الروماتيزم عشان علم الروماتيزم مرتبط بعلم المناعة، وعلم المناعة بيتقدم تقدم سريع جدا. فاحسنوا الظن بالله سبحانه وتعالى، ابدأوا اشتغلوا على الحاجات اللي في ايديكم وسيبوا لنا شغلنا واسمعوا كلامنا، وطبعا انا متقبل اي نقاش ودمتم سالمين.